يقال بأنه استطاع أن يعبر الربيع العربي بأقل الخسائر بفضل حنكة ودهاء العاهل المغربي، وهي حياد السلطة، وهذا غير موجود في كثير من الدول العربية. الآن يعني الدول العربية تشهد دولة مثل المغرب، ملك المغرب فعلا قام بنفس التوجه. كثير من المراقبين مراقبي الربيع العربي يقولون بأن الربيع العربي نجح في دولة عربية بامتياز، يعني ربما 90% نجح في المغرب. وقام ما بحبش بقى كلمة الحكمة والبتاع، بس الراجل فعلا كان ذكي جدا ملك المغرب. شوفوا عمل ايه في المغرب، قرب المسائل من بعضها، مش كاتم على المعارضة وسايب الأمور. في بعض المشاكل، كل دولة فيها، أمريكا فيها مشاكل، السود قايمين على البيض دلوقتي في أمريكا، وفي تمييز عنصري موجود في أمريكا. بس ملك المغرب الحقيقة في يعني نوع كده من التوازن، عامل نوع من الجمال في الحياة السياسية في المغرب، وده شيء يحسب ليه. النموذج اللي موجود في المغرب يطور ويبقى موجود في دول عربية عدة، ليه لا؟ وده يحسب تاني لملك المغرب اللي هو قام بهذا النموذج. دي المغرب عندهم ملكية إسلامية، الملك فيها فهمت أمير المؤمنين ومسلمين، ما عنده حد ما ينجم يتكلم. شوف الدستور متاعهم كيفاش التفتح متاع الدستور هذايا على الأمازيغية وعلى الحضارات الخارجية وعلى البعد المتوسطي إلى غير ذلك. المصالحة عاملة ازاي؟ محمد كان في المغرب، المصالحة روح شوف المغرب النهارده عامله ازاي، شوف الملك اللي عندهم طور السياحه تطور، شوفوا اغادير دي بقت عامله ازاي. مصنع رينو اللي فتح في المغرب ده يا جماعه، بنتكلم على مصنع جبار، بنتكلم على اشياء بتتغير. المغربي ملك شاب وجديد وفكره يعني بارك الله فيه، وجاء وقف معنا في ثوره وانا نقول يعني للاسف نحن المواصفات نتاع المسؤولين اللي شادين نتاع بكري نتاع نسبه. واحلى ملك بحبه في حياتي سيدي محمد السادس. عايز اقول بجد 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 لو وجد محمد السادس في مصر وسوريا والبحرين وكل الوطن العربي ما كانت قامت ثورات ابدا في الوطن العربي. فهنيئا للمغرب الحبيب، ملك عظيم مثل سيدي محمد السادس. حفظ الله سيدي محمد السادس. بحب المغرب جدا واقول له انا بعزك جدا، بتمنى لك التوفيق والسعاده يا اعظم ملك، يا احلى ملك، يا اجمل ملك، يا اقوى ملك، شخصيه ما شاء الله تبارك الله. حفظ الله سيدي محمد السادس، حفظ الله المغرب الحبيب. عايز اقول للشعب المغربي والله هنيء لكم محمد السادس بجد. شرف لي ان انا البس التيشيرت المغربي واحمله، والحمد لله رب العالمين داخل الكعبه والحرم اثبت حب للمغرب، ان انا يعني كتبت على المغرب في الكعبه، وكتبت في مصر بلدي، وفي كل مكان بروحه اسم المغرب في قلبي، وسيدي محمد السادس روحي. يا رب يحفظ مصر وتونس والجزائر والوطن العربي يا رب العالمين. حفظ الله المغرب سيدي محمد السادس وكل الإخوة العرب. بحبكم جدا جدا جدا، بتمنى لكم التوفيق والسعادة، محدش يزعل مني خالص، أنا بحبكم. السلام عليكم. In the aftermath of this horrible thing in France, I said, it's great. He's going to Morocco. The king of Morocco is a direct descendant of the Prophet Muhammad. Ordered the total restoration of every standing synagogue in the country. Think about that. And the Moroccan Jews that went to Israel have been told that if any of them want to come home ever, they will be welcomed to their ancestral land and treated equally as brothers and sisters. That's the kind of future we got to build. Inclusive politics, inclusive economics. And ولا بد لي هنا أيضا
الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القدس الشريف وعن هويته العربية والإسلامية وعن دعمه لصمود أهل القدس، والذي يتجلى من خلال جهود جلالته وتحركاته المستمرة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية. هذه كما قلت رسالة واضحة، مشاعر صادقة، تعبير أخوي من المجتمع المغربي بكل ألوانه، بكل أطيافه السياسية، بتوجيهات صاحب الجلالة لنصرة فلسطين، للوقوف إلى جانب فلسطين. هذه القضية المركزية، القضية الوحيدة التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي. المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، تقف لنصرة القضية الفلسطينية، وهذا يعني نابع من القلب. هناك مشاريع، هناك تقديم أموال، وأقولها بكل صدق أن الوحيد الذي يصب في بيت وكالة مال القدس هي المملكة المغربية. ودور المغرب وما يقوم به جلالة الملك عندكم من جهد، وهذا ليس مدحا للحكام عشان ما يجي يخرج على واحد يقول لك بيطبل لهم، او انا للاسف الشديد، لانه احنا للاسف انا بقولها معلش حضرتك تضحك، لكن دي حقيقه. لكن للاسف المرض اللي موجود في انفسنا هنا وهو مرض الحسد والحقد والغيره، والاخطر سوء الظن. لما حضرتك ذكرت قلت موقف المغرب الذي الان كله يشيد به، لا، المغرب له مواقف وله يعني كما نقول استراتيجية لفهم وقضية الواقع، ولذلك المغرب من الدول اللي بفضل الله عز وجل في الفترات الأخيرة الذي ما تأثر لا بأزمة ولا بغير أزمة. أنا أؤمن بهذه الحركة لأنه أنا أرى أن المغرب هي جنة الله في الأرض، خاصة أن جلالة الملك رجل شاب هو أمل كل العرب. أنا أرى في المغرب كل شهر شيء جديد، محطة جديدة، شارع جديد، مبنى جديد، استثمار جديد. ماذا نريد بعد ذلك؟ إذا كان لدينا الملك محمد في مصر لما قام الثورة في مصر كنا سنكون أسعد شعب في العالم. Vive le roi Mohammed VI. عاش الملك محمد السادس. Vive Maroc. عاش المغرب. Et vive le pays et les populations de Maroc. وعاش البلد وشعب المغرب. الانتصار هو للديمقراطية المغربية، يعني للثورات العربية بصفة عامة، وللعرب وللمغرب ككل. علاه خاطرنا نشوفها هذا الانتصار الكبير للديمقراطية. أولا انتصار للديمقراطية، ثانيا انتصار للذكاء تاع الناس المسيرين تاع هذا البلاد الكريم هذا. الناس اللي في السلطة ناس أذكياء، أنه العرش كمل يمشي في خطة ذكية جدا، مش يشوف فيها كتهديد للعرش ولا للآراء نتاعو. بالعكس الشديد، العرش le trône est en train de contribuer. C'est un pays où le roi a une action directe sur la vie publique. C'est pas seulement le gouvernement. Et il agit en synergie avec le gouvernement qui est en place. أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رجل ذو رؤية كبيرة ويحمل طموحا كبيرا لبلاده، وهي رؤية كبيرة لا تنحصر فقط في المغرب والمغرب العربي وإفريقيا. وأضاف بأن جلالة الملك يشكل بالنسبة لي دوما مصدرا للاستلهام عندما أتبادل مع جلالته الحديث، مسجلا أنه من الأهمية بمكان أن لجلالة الملك فكرة جد محددة حول القضايا الكبرى في العالم. كما أبرز السيد ساركوزي الأهمية التي يكتسيها بالنسبة لضفتي المتوسط التعارف أكثر والنقاش والنهوض بمشاريع مشتركة بين بلدان الضفتين، لافتا إلى أن المغرب يعتبر من وجهة نظر هاته مصدرا للاستلهام، ما دام أنه في ظل كل هذه الأحداث التي شهدتها المنطقة ظلت المملكة قطبا متميزا للاستقرار. I don't know this boy, but I think so. He is a good man because he is a Muslim
I think so he's a good for the nations, for Morocco, and I think so he's a very kind people, but I know much for him. Beautiful to see the king though, very nice, loved the country, food was fantastic because I'm a chef, so I love it, and hopefully I'll be back very soon to Tetuan. I think the King of Morocco, Mohammed VI, has been very good for Morocco. If you look at all the other countries in North Africa and the Middle East, there's been all sorts of trouble and strife, and he's been able to keep peace and order. I think he's very well advised. He seems to be a very intelligent and educated man. King Mohammed VI, which I guess is a good start. And when I was in Morocco, I asked a lot of people what they thought about the king, and they invariably said that he's a good king. You know, he's doing a lot for the country. He seems to be doing a lot at the world level, trying to keep Morocco a stable country. As we know, there's been lots of upheaval in the Arab world recently, and yet Morocco seems to be the safest country in North Africa at the moment. Since he came to power, I think he's done quite a lot economically, politically, and on the education front. Economically, I think he sees tourism as one of the main, boosts of the Moroccan economy. And if you go to the north coast of Morocco, it's amazing how many tourist developments there are. You know, they've increased over the last 5 years or so. And I think he's also opened up the skies, as they say, so that all the European carriers can come into Morocco. And a lot of Europeans use it, as a weekend destination or for longer holidays. So that's clearly helping the economy. I was in Tetuan this last year, and the king came past in his car, and it's amazing how many people were at the side of the road saying Asha Malik, Asha Malik, Asha Malik, and he waved and we waved back to him, which was great. So yeah, I think that's testament to his popularity, so many people in the street saying great things about him. I don't know if there's any drawbacks. I suppose you could say this of any king, really, that perhaps he could do even more to make this lovely country even more developed. But things will take time, and as I've travelled around Morocco, I can see that things are moving, and it's a very interesting country from that point of view. So I really hope he's successful in the future. I think it's very inspiring because you have obviously very enlightened leadership. أظن أنها رسالة ملهمة لأنه من الواضح أن لديكم قيادة رشيدة تدعمكم وملك يحسن الإنصات إلى شعبه وتطلعاته. Sa Majesté le Roi touche un sujet qui est extrêmement important pour le monde entier. جلالة الملك أثار في هذا الخطاب موضوعا يهم العالم أجمع، والمغرب بطبيعة الحال ورغم كل المجهودات المبذولة من طرف الحكومات هناك فوارق ملموسة بين العالم القروي والحضاري، بين الجهات، بين الرجال والنساء، بين الأغنياء والفقراء، وهي فوارق موجودة في العالم كله. لكن المهم هو أن المغرب يواجه هذه المشاكل بكل الدينامية الممكنة. I would like to thank the Kingdom of Morocco. أود أن أشكر المغرب وملكه لمنح الفرصة لأتحدث عن إشكاليات مهمة للغاية هنا في الرباط. أنا أدعم كليا الرؤية الملكية في التعامل مع كيفية إحقاق العدالة الاجتماعية من أجل شعبه. أنا جد متأثرة بما سمعته اليوم. الرسالة الملكية كانت في الصميم، وما تحمله من دلالات تدفعنا نحن كبرلمانيين إلى الاطلاع بمهامنا على الوجه الأكمل. فالبرلمان لديه دور جد مهم في مجال العدالة الاجتماعية. ما هو مهم في الرسالة الملكية وفهمه الجميع ضرورة محاربة الفقر، وهو أمر يوازي في أهميته أو يفوق العمل العسكري لمحاربة الإرهاب، وهذه هي الرسالة التي استوعبناها جميعا. والبحرين وكل الوطن العربي ما كانت قامت ثورات أبدا في الوطن العربي، فهنيئا للمغرب الحبيب ملك عظيم مثل سيدي محمد السادس. حفظ الله سيدي محمد السادس
بحب المغرب جدا، واقول له انا بعزك جدا، بتمنى لك التوفيق والسعاده يا اعظم ملك، يا احلى ملك، يا اجمل ملك، يا اقوى ملك، شخصيه ما شاء الله تبارك الله. حفظ الله سيدي محمد السادس، حفظ الله المغرب الحبيب. عايز اقول للشعب المغربي والله هنيء لكم محمد السادس بجد. شرف لي ان انا البس التيشيرت المغربي واحمله، والحمد لله رب العالمين داخل الكعبه والحرم اثبت حبي للمغرب، ان انا يعني كتبت على المغرب في الكعبه، وكتبت في مصر بلدي، وفي كل مكان بروحه اسم المغرب في قلبي، وسيدي محمد السادس روحي. يا رب يحفظ مصر وتونس والجزائر والوطن العربي يا رب العالمين. حفظ الله المغرب سيدي محمد السادس وكل الإخوة العرب. بحبكم جدا جدا جدا، بتمنى لكم التوفيق والسعادة، محدش يزعل مني خالص، أنا بحبكم. السلام عليكم. In the aftermath of this horrible thing in France, I said, it's great. He's going to Morocco. The king of Morocco is a direct descendant of the Prophet Muhammad. Ordered the total restoration of every standing synagogue in the country. Think about that. And the Moroccan Jews that went to Israel have been told that if any of them want to come home ever, they will be welcome to their ancestral land and treated equally as brothers and sisters. That's the kind of future we got to build. Inclusive politics, inclusive economics. And ولا بد لي هنا أيضا الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القدس الشريف وعن هويته العربية والإسلامية وعن دعمه لصمود أهل القدس، والذي يتجلى من خلال جهود. وعاش البلد وشعب المغرب. الانتصار هو للديمقراطية المغربية، يعني للثورات العربية بصفة عامة، وللعرب وللمغرب ككل. علاه خاطرش انا نشوفها هذا الانتصار الكبير للديمقراطية. اولا انتصار للديمقراطية، ثانية انتصار للذكاء تاع الناس المسيرين تاع هذا البلاد الكريم هذا. الناس اللي في السلطة ناس اذكياء، انه العرش كمل يمشي في خطة ذكية جدا، مش يشوفها كتهديد للعرش ولا للآراء نتاعو. بالعكس الشديد، العرش لو ترون est en train de contribuer. C'est un pays où le roi a une action directe sur la vie publique. C'est pas seulement le gouvernement. Et il agit en synergie avec le gouvernement qui est en place. أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رجل ذو رؤية كبيرة ويحمل طموحا كبيرا لبلاده، وهي رؤية كبيرة لا تنحصر فقط في المغرب والمغرب العربي وإفريقيا. وأضاف بأن جلالة الملك يشكل بالنسبة لي دوما مصدرا للاستلهام عندما أتبادل مع جلالته الحديث، مسجلا أنه من الأهمية بمكان أن لجلالة الملك فكرة جد محددة حول القضايا الكبرى في العالم. كما أبرز السيد ساركوزي الأهمية التي يكتسيها بالنسبة لضفتي المتوسط التعارف أكثر والنقاش والنهوض بمشاريع مشتركة بين بلدان الضفتين، لافتا إلى أن المغرب يعتبر من وجهة النظر هاته مصدرا للاستلهام، ما دام أنه في ظل كل هذه الأحداث التي شهدتها المنطقة ظلت المملكة قطبا متميزا للاستقرار. I don't know this boy, but I think so. He is a good man because he's a Muslim. I think so. He's a good for the nations, for Morocco, and I think so. He's a very kind people. But I know much for him. Beautiful to see the king though. Very nice. Loved the country. Food was fantastic as I'm a chef, so I love it. And hopefully I'll be back very soon to Tétouan. I think the King of Morocco, Mohammed VI, has been very good for Morocco. If you look at all the other countries in North Africa and the Middle East, there's been all sorts of trouble and strife, and he's been able to keep peace and order
I think he's very well advised. He seems to be a very intelligent and educated man. King Mohammed VI, which I guess is a good start. And when I was in Morocco, I asked a lot of people what they thought about the king, and they invariably said that he's a good king. You know, he's doing a lot for the country. He seems to be doing a lot at the world level, trying to keep Morocco a stable country. As we know, there's been lots of upheaval in the Arab world recently, and yet Morocco seems to be the safest country in North Africa at the moment. Since he came to power, I think he's done quite a lot economically, politically, and on the education front. Economically, I think he sees tourism as one of the main, boosts of the Moroccan economy. And if you go to the north coast of Morocco, it's amazing how many tourist developments there are. You know, they've increased over the last 5 years or so. And I think he's also opened up the skies, as they say, so that all the European carriers can come into Morocco. And a lot of Europeans use it, as a weekend destination or for longer holidays. So that's clearly helping the economy. I was in Tétouan this last year, and the king came past in his car, and it's amazing how many people were at the side of the road saying, Asha Malik, Asha Malik, Asha Malik, and he waved and we waved back to him, which was great. So, yeah, I think that's testament to his popularity, so many people in the street saying great things about him. I don't know if there's any drawbacks. I suppose you could say this of any king, really, that perhaps, he could do even more to make this lovely country even more developed. But, things will take time. And as I've travelled around Morocco, I can see that things are moving. And it's a very interesting country from that point of view. So I really hope he's successful in the future. I think it's very inspiring because you have obviously very enlightened leadership. أظن أنها رسالة ملهمة لأنه من الواضح أن لديكم قيادة رشيدة تدعمكم وملك يحسن الإنصات إلى شعبه وتطلعاته. Sa Majesté le Roi touche à un sujet qui est extrêmement important pour le monde entier. جلالة الملك أثار في يقال بأنه استطاع أن يعبر الربيع العربي بأقل الخسائر بفضل حنكة ودهاء العاهل المغربي، وهي حياد السلطة، وهذا غير موجود في كثير من الدول العربية. الآن يعني الدول العربية تشهد دولة مثل المغرب، ملك المغرب فعلا قام بنفس التوجه. كثير من المراقبين مراقبي الربيع العربي يقولون بأن الربيع العربي نجح في دولة عربية بامتياز، يعني ربما 90% نجح في المغرب. وقام ما بحبش بقى كلمة الحكمة والبتاع، بس الراجل فعلا كان ذكي جدا ملك المغرب. شوفوا عمل ايه في المغرب، قرب المسائل من بعضها، مش كاتم على المعارضة وسايب الأمور. في بعض المشاكل، كل دولة فيها، أمريكا فيها مشاكل، السود قايمين على البيض دلوقتي في أمريكا، وفي تمييز عنصري موجود في أمريكا. بس ملك المغرب الحقيقة في يعني نوع كده من التوازن، عامل نوع من الجمال في الحياة السياسية في المغرب، وده شيء يحسب ليه. النموذج اللي موجود في المغرب يطور ويبقى موجود في دول عربية عدة، ليه لا؟ وده يحسب تاني لملك المغرب اللي هو قام بهذا النموذج. في المغرب عندهم ملكية إسلامية، الملك فيها فهمت أمير المؤمنين ومسلمين، ما عنده حد ما ينجم يتكلم. شوف الدستور نتاعهم، شوف الدستور نتاعهم كيفاش التفتح نتاع الدستور هذايا على الأمازيغية وعلى الحضارات الخارجية وعلى البعد المتوسطي إلى غير ذلك. المصالحة عاملة ازاي؟ محمد كان في المغرب، المصالحة المغرب روح شوف المغرب النهارده عامله ازاي، شوف الملك اللي عندهم طور السياحه تطور، شوفوا اغادير دي بقت عامله ازاي. مصنع رينو اللي فتح في المغرب ده يا جماعه
بنتكلم على مصنع جبار، بنتكلم على اشياء بتتغير. الملك المغربي ملك شاب وجديد وفكره يعني بارك الله فيه وجاء وقف معنا في ثوره وانا نقول يعني للاسف نحن المواصفات نتاع المسؤولين اللي شادين نتاع بكري نتاع ناس. واحلى ملك بحبه في حياتي سيدي محمد السادس. عايز اقول بجد 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 لو وجد محمد السادس في مصر وسوريا. وجود جلالته وتحركاته المستمرة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية. هذه كما قلت رسالة واضحة، مشاعر صادقة، تعبير أخوي من المجتمع المغربي بكل ألوانه، بكل أطيافه السياسية، بتوجيهات صاحب الجلالة لنصرة فلسطين، للوقوف إلى جانب فلسطين. هذه القضية المركزية، القضية الوحيدة التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي. المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، تقف لنصرة القضية الفلسطينية، وهذا يعني نابع من القلب. هناك مشاريع، هناك تقديم أموال، وأقولها بكل صدق أن الوحيد الذي يصب في بيت وكالة مال القدس هي المملكة المغربية. ودور المغرب وما يقوم به جلالة الملك عندكم من جهد، وهذا ليس مدحا للحكام عشان ما يجي يخرج على واحد يقول لك بيطبل لهم او انا للاسف الشديد، لانه احنا للاسف انا بقولها معلش حضرتك تضحك لكن دي حقيقه. لكن للاسف المرض اللي موجود في انفسنا هنا وهو مرض الحسد والحقد والغير، والاخطر سوء الظن. لما حضرتك ذكرت قلت موقف المغرب الذي الان كله يشيد به، لا، المغرب له مواقف وله يعني كما نقول استراتيجية لفهم وقضية الواقع، ولذلك المغرب من الدول اللي بفضل الله عز وجل في الفترات الأخيرة الذي ما تأثر لا بأزمة ولا بغير أزمة. أنا أؤمن بهذه الحركة لأنه أنا أرى أن المغرب هي جنة الله في الأرض، خاصة أن جلالة الملك رجل شاب هو أمل كل العرب. أنا أرى في المغرب كل شهر شيء جديد، محطة جديدة، شارع جديد، مبنى جديد، استثمار جديد. ماذا نريد بعد ذلك؟ إذا كان لدينا الملك محمد في مصر لما قام الثورة في مصر كنا سنكون أسعد شعب في العالم. Vive le roi Mohammed VI. عاش الملك محمد السادس. Vive Maroc. عاش المغرب. Et vive le pays et les populations de Maroc.